السلام عليكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا سمك منضفينه هنقليه مع بعض يا حبايبي بالشكل ده. انا غسلته ونضفته وعملته بالطريقه دي. معايا هنا ملح وفلفل، ملح وكمون وليمون بقشره، ومعايا توم بقشره، ومعايا فلفل حامي اخضر واحمر، معايا هنا كوبايه ميه ومعلقتين خل، معايا هنا شبت وبقدونس وكزبره. هضرب كل ده في الكبه. وجينا هنا يا حبايب قلبي وجبنا السمك بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط السمك بتاعنا في الدقيق. على فكرة يا بنات ممكن نلخبط اللهم صل على النبي. هننفض بس كده علشان المفروض ننفض حلو علشان الزيت ما يتبهدلش. بس انا عشان ماسكه التليفون بايد وبصور بايد فمش عارفه يا حبايبي. هنعمل السمك كله بالطريقه دي وهنعمر السمك بتاعنا زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي اهو. ويخلص السمك بتاعنا وانتم معانا. وجينا هنا بقى يا جماعه وهنطلع السمك بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. كل واحد يطلع السمك بتاعته بطريقته. بسم الله بسم الله. صفوان الجبت في الاول. وجينا هنا بقى على الدقه بتاعتنا هي يا جماعه. الدقه بتاعتنا اللي دقناها مع بعض. هعمل السمك بتاعي بالشكل ده زي طريقة السمك المشوي بالظبط. هو ده السمك بتاعنا يا جماعة. هيطلع بالشكل ده كده. وبكده يا جماعة خلص معانا السمك اهو. بسم الله ما شاء الله والله أكبر. السمك ده بالطريقة دي يا جماعة. التتبيلة بتاعتي دي تاكلوا العظم قبل اللحم، غير التتبيلة ان انتوا كنتوا بتحشوها من جوه زي أكل زمان. يعني كان جميل برضه بس ده أجمل وأجمل وأجمل. بحبكم في الله. تحياتي لكم في تافوز بقى.